السلام عليكم ورحمة الله. طبعا اليوم يا بنات بنعمل روب شبابي. طبعا هذا قماش قطن أبو عرضين، طبعا 2 وار. أما هذا إذا كان وزنه يا بنات 80 وتحت. أما إذا كان وزنه فوق 80 85 و90 وما فوق بيكلفنا 2 وار ونص أو 2 وار وربع. تمام يا بنات؟ شوفوا يا بنات، هذه الصنفة يعني إيش؟ من الطول، وهذا المنبش اللي كده خيوط من هنا يخرج كده خيوط، هذا من العرض. المنبش يعني من العرض. الآن بنعطف هذه القطعة يا بنات. شوفوا هنا الصانفة وهنا المنبش. بنعطف كده هذه القطعة كده، وبعدين كده بيكون هنا إيش؟ مغلق، وهنا مغلق مع مفتوح. يعني هذا المغلق مع المفتوح هذا بيكون إيه فين؟ هذا اللي هو دوران اليد، وهذا المغلق هنا بتكون فتحة الصدر. شوفوا يا بنات، هنا ايش؟ مغلق، هنا مغلق مع مفتوح. هناك بتكون اللي هو دوران اليد، هنا بتكون اللي هي فتحة الرقبة. طيب، أو فتحة الصدر، نفس كل شيء. تمام. هذه الفتحة يا بنات بنعملها نفس كده. شوفوا نفس هذه الفتحة بنعمل فتحة الصدر نفس كده، نفس هذه الحركة بنعملها هنا. شوفين بنعمل يا بنات من هنا لحد هنا 3.5. شوفين 3.5 بنعمل كده 3.5. بنعمل فتحة من هنا لحد هنا. طبعا هنا كمان نفسه بنعمل من هنا لحد هنا 5. بنعمل كده 5، وكمان من هنا لحد هنا 5. بتكون ايش؟ نفس كده المربع. طيب، وش عملنا من هنا 5 ومن هنا 5؟ وعلشان نعمل هذيك ال7 اللي بالوسط هذه يا بنات، عشان نعمل نفس هذه اللي هنا، بنعمل من هنا. شوفين بنعمل كده كمان، يعني بيكون كده مربع. بعدين ايش بنعمل من هنا لحد هنا 2. بنعمل كده 2. بنعمل ايش؟ إشارة. من هنا لحد هنا 1 كده بنعمل 1، تكون كده إشارة. بنعمل كده الآن بنسطر كل شيء بنسطره بإيش؟ بالمتر هنا. بس يا بنات لما نجي لحد هنا ما نروحش نعمل كده، لا نعمل كده فلما إيش؟ فلما الميلان كده. طيب، لما نجي هنا يا بنات إيش بنعمل؟ بنرتفع من هنا، يعني بندخل من هنا يا بنات مش نص، يعني أقل كده من النص، يعني حاجة صغير عشان بس يطلع لنا هذا يا بنات، هذا الانحناء اللي كده عامل. يعني كده بنعمل بصحفة، بصحن كده صغير، بأي حاجة، أو تعملين كده بيدكين كده. ها، تمام يا بنات؟ لا نبدأش الآن نقص. نبدأ أول شيء إيش نعمل؟ بناخذ كمان عرض الكتف. عرض الكتف بيكون كده يا بنات 4. بنعمل 4. طبعا هذا الموديل بيكون في بالدبران يعني كده عامل، مش نفس القبل اللي احنا نعمل الدبران كده شيز، لا ما بنعمل شيز، بنعمل دبران ثاني. بنعمل من هنا لحد هنا 8.5. أما إذا كان وزني أكبر فبنعمل إيش؟ 9. بنعمل يعني كل ما زاد دبران الصدر كل ما زاد هذا اللي هو إيش؟ حق دبران اليد. بنعمل هنا كده بخط مستقيم 8.5. بنعمل كده، بنشوف المسافة اللي هنا كام؟ 8. شوفوا يا بنات المسافة من هنا فتحة الرقبة من هنا لحد هنا 3.5، وهنا 4، يعني بتكون كم؟ 7.5. يعني لو المسافة من هنا 7.5 بتكون المسافة هنا 7.5، عشان تكون كده المقاسات حقنا صح. طيب، دبران الصدر طبعا هذا يا بنات إذا كان وزنه 65 وتحت بيكون كم؟ 12. شوفينها 12. بنعمل كده
12. بنعمل كده، بنعمل إيش؟ بنرتفع من هنا لحدتنا 1.5، من هناك 1.5. بنعمل إيش؟ هذا اللي هو إيش؟ الدوران. هذا اللي هو دوران حق اليد. طبعا دوران الصدر يعني طول الصدرية يا بنات كله على حسب. طبعا نحن بنعمل طول الصدرية هذه 15. بنعمل كده من هنا لحد هنا 15. علشان إيش؟ بنعمل نفس يعني تخصيرة. طيب أخذنا هنا طول الصدرية، يعني بيكون الخصر أقل من الصدرية. هنا 12 وهناك بنعمل كم؟ 11. بنعمل كده ونعمل هنا 11 وبنعمل كده يا بنات. الآن بنطرح هذا بالأرض علشان إيش؟ تعرفين كيف هذا كده رفعناه علشان تعرفين المقاسات. شوفوا يا بنات من حدة هنا، شوفوا بنعمل كده بالمتر لوين؟ لنهايته. طبعا بناخذ إيش؟ بنعمل بس كده، بنأشر كده على قدر هذا المتر فقط لا غير. يعني بناخذ الوسع بنهاية هذه القطعة كامل. شوفوا يا بنات يعني بنقص كده لنهاية القطعة، يعني ما فيش معه وسع محدد، لا بناخذ الوسع بنهاية القطعة كامل. الآن إيش بنعمل؟ بنقص يا بنات، بنقص يعني ما نبداش نمسك الصدرية هذه اللي هنا بالأمام، ما نمسكش ولا نقص ولا أي حاجة. بنعمل هذاك اللي بنقصه. شوفوا قد قصنا لوين؟ لنهاية القطعة، يعني إن الأمام قطعة لحالة والخلف قطعة لحالة. شوفوا يا بنات. طبعا هذا الأمام والخلف. إيش بنعمل هنا؟ بنعمل شوية ميلان، شوية ميلان، يعني كده بنعمل من هنا لحدتنا نص. شوفين بنعمل نص كده، بنأشر بنعمل كده ميلان صغير. بنقص الآن هذا الميلان. شوفين يا بنات هذا اللي هو إيش؟ الأمام. طبعا الخلف نفس الطبعة، بس اللهم إن إحنا شوفين هنا عملنا كده حفرة، عملنا 7. لا هذا بيكون من هنا يعني بيكون مربع كامل إيش؟ 7. بتكون الخلف مربع 7. يعني كده بنعمل يا بنات من هنا لحد هنا 3. شوفين هذا أول حاجة، هذا بنقصه. بنعمل كده، بنقص كده كده وبنعمل هذا اللي كده الميلان. تمام. أول شي بنقص الأمام. شوفوا يا بنات قد قصينا كده. إيش بنعمل كده بالدبابيس، لأن هذه القطعة بنعمل له إيش؟ اللي هو إيش؟ بطانة. بس ضروري إيش؟ ندبسه. شوفوا يا بنات هذا الخلف بنعمل من هنا لحد هنا 3.5، وبعدين من هنا لحد هنا 7، ومن هنا لحد هنا نفس ما عملنا هنا 3.5. هنا بنعمل إيش؟ 3.5. بعد كده بنواصل بيكون إيش؟ معانا مربع. طبعا هذا بنقص كامل. شوفين يا بنات طبعا إيش؟ قد عملنا دبابيس. شوفين هذا اللي بقي من الجوانب اللي لما قصينا عند دوران اليد بنعمل كده. شوفين يا بنات هذه القطعة وهذه القطعة اللي إيش؟ هذه القطعة الصغير اللي عشان نعمل هذه بطانة. نعمل من هنا لحد هنا 3.5 عشان بس ما نتخربطش. بنعمل بعد هذا كده. إيش بنعمل الآن؟ بنرسم كده بالطبشور على قدر هذا. شوفين قد رسمنا كده. بنعمل كده على شكل إيش؟ كده حق 3 بنان شكل مربع كده، وهنا بنعمل كم؟ 3 بنان. يعني بنقص هذا، بنقص اللي احنا بناخذ هذا اللي هو إيش؟ بالوسط. قد عملنا يا بنات الطبعة الأولى. الآن إيش بنعمل؟ الخلف نفس ما عملنا هناك كده. الدخول من هنا لهنا 3.5. بنعمل كده نفس ما عملنا بالخطوات الأولى.
شوفين هذه البطانة حق الأمام وهذه البطانة حق الخلف. شوفين يا بنات لما نجي نخيط هذه بنخيط كده، بنخيط لحد هنا. شوفينها، شوفين خيطنا لحد هنا. ايش يا بنات نروح نعمل كده؟ لا، نرفع كده ونعمل كده، وبعدين بنرجع كده نخيط. يعني لما يكون في معانا كده في هذين الزاويات ما ينفعش نروح كده نخيط، لا، ضروري نرفع ونخيط لحد هنا ونرفع ونخيط لحد هنا. يعني كده نمشي بهدوء بهدوء عشان يكون شغلنا نظيف وشغل صحيح. شوفوا يا بنات لما نعمل كده بنعمل هنا قصة صغيرة، ما نروحش لفوق الخياطة، لا، بنعمل كده قصة صغيرة، وبنعمل كمان هنا قصة صغيرة وهنا قصة صغيرة، علشان لما نجي نعطف البطانة ما يكونش معنا هنا كده مدبدب أو كده عامل الخياطة كأنه كده مش مضبوط، لا، يكون كده لما نقلب البطانة يكون معانا صح. شوفوا يا بنات قد قلبنا كده، وبعدين ايش بنعمل كده بالدبابيس بس عشان ايش يتثبت معنا. الان بنعمل الاطار. شوفوا لما اقول لك نعمل الاطار، بنعمل الاطار كده، تمسكين كده هذا ايش بتكون خياطة فين؟ هنا بالطرف، علشان هذه البطانة ما تكونش كده تخرج كده بنعمل تمام، وبنمشي كده وبنطلع يعني نفس ما خيطنا هذه البطانة، وبعدين بنيجي هنا ونرفع ونمشي كده نفسه، كل الخطوات نفسه. وهنا يا بنات بهذا الآن هذا الخلف بنخيط كده وبنرفع وبنخيط كده، وكمان بنرفع الخياطة، ونفس ما نعمل نفس ما عملنا بالبطانة الأولى، نفس ما خيطنا هنا ورفعنا بنخيط كده، بعدين بنعمل إيش الإيطار. شوفين يا بنات طبعا هذا الآن الروب هو إيش؟ هذا الاتجاه الصحيح، وهذا الاتجاه اللي هو إيش؟ من الداخل. يا إما نأخذ هنا من هذا أنواع الشبك هذا، يا إما نحن نأخذ من هذا، يعني أي نوع من أنواع الشبك اللي انتن إيش تحبينه. أول حاجة بنعمل الشبك هنا. طبعا شوفين هذه الزاوية وهذه الزاوية، لما طبعا هذا القماش قطن، يعني لما نجي نلبسه ما يكونش كده مضبوط علينا من هنا. إيش بنعمل؟ بنأخذ من هذا الشبك، بنعمل كده، بنخيط هذا كده يا بنات، يعني بناخذ كده الدبابيس بس بنعمل هذا هنا بس كده لحد هنا بس، بندبس كده بالدبابيس وإيش بنقص هذه القطعة. شوفوا يا بنات قصينا كده، الآن إيش بنعمل؟ بنخيط كده كده وكده. وطبعا هذا الشبك من النوع اللي إيش ناعم، مش من ذاك النوع اللي قابس. طبعا لو انتن مثلا بهذا يا بنات بتعملين تشوفين هذا اللي هو هذا اللي يعني الصانفة كده، بتعملين كده يا بنات. شوفين لما نقلب كده، شوفين كيف بيكون شكله، بيمسك بين هذا وهذا وهذا وهذا. تمام، هذا الآن اتجاه الأمامي خلاص قد خلصنا منه. شوفين الآن يا بنات هذا الاتجاه الخلفي، طبعا بناخذ نفس الشبك اللي عملناه للأمام نعمله بالخلف. طبعا هذا طول هذا الشبك ده 12. شوفين يا بنات، طيب ما فيش معك أنت نفس هذا الشبك؟ معك نفس هذا الشبك، يعني بس كيف يعني بتاخذين هنا 12 وكمان 12 عشان ايش تعملين كده، بتعملين كده والاتجاه الثاني بتعملونه يعني كده، والاتجاه الثاني نفسه كده. تمام يا بنات، هذا إذا مثلا ما فيش معاك نفس هذا. طيب معنا نحن هذا وكده يعني نقلب كده بنعمل. شوفين أول حاجة إيش بنعمل؟ بنشوف الوسط، بنعطف هذا بنعمل إيش الوسط حق هذا الخلف، بنعمل كده إشارة، بعدين بناخذ هذا الشبك طبعا بهذا الاتجاه الصح، بنعمل كده وهذا الاتجاه بتعملين كده، بنخيط كده يا بنات على هذا. شوفوا يا بنات
قدو كده عامل. الآن إيش بنعمل؟ بنقص هذا الزائد كامل. شوفوا كيف. الآن إيش بنعمل؟ بناخذها طبعا اللي هو الأمام، بنعمل كده الصح مع الصح. إيش بنعمل؟ بنخيط عرض الكتف مع عرض الكتف. شوفوا يا بنات، بنجي لي وين؟ الآن لعند الكم. شوفينها قد عملنا كده. بناخذ قطعة طبعا من هذا الشبك. طبعا طول هذه القطعة شوفين كم؟ 17. أما إذا كان من هذا الشبك يا بنات فعادي نعمل كده ونقص بالوسط. بنقص بالوسط يعني بنقص بهذا الوسط بتكون يعني بيكون كده، ونعمل هذه الحركة اللي بالكم. شوفين الآن كيف بنعمل كذا يا بنات. بنعطف هذا كده، بناخذ هذا بنعمله كده يا بنات من حد فين؟ من حد هذه نهاية القطعة يعني النقشة. بنعمل كده بنعمل كده يعني نحن نشتي إيش؟ نشتي هذه الصانفة تكسل هنا، وبعدين هذا الباقي اللي هنا بنعمل له عطفة داخل عطفة. يعني بنعمل كده، بناخذ إيش؟ هذا الطبشور بنعمل كده. يعني نحن إيش بنقص كده، والاتجاه الثاني والكم الثاني نفس الكلام، نفس كده بنعمل. شوفين هو معطوف كده بيكون يا الله. شوفين من هنا لحدتنا 8.5، أما من هنا لحدتنا شوفين 3. يعني إنه إيش؟ شوفين 3 يعني نعمل كده 3 وعمل كده لحدتنا. هذا كده هذا الكم، والاتجاه الثاني نفس الكلام. شوفوا يا بنات قد قصينا هذا الكم. بعدين إيش بنعمل هنا؟ قبصة بس علشان إيش؟ نحدد الوسط. بعدين بنعمل كده نفس ما نخيط الكم، نعمل كده بنخيط هذا لحد هنا وهذاك لحد هناك. هذا اللي يبقى هنا بنعمل له عطفة داخل عطفة. هذا الكم والكم الثاني نفس الكلام، نفس الخياطة. شوفوا يا بنات خلاص قد خيطنا الكم. الآن إيش بنعمل؟ بنخيط هنا لنهاية القطعة وهناك لنهاية القطعة. إذا قالوا لنهاية القطعة وشفتين مثلا القطعة حقا كده مشايل مثلا طالع نازل، عادي يا بنات نكون نساوي القطعة، نقص كده الزائد وبعدين نعمل عطفة داخل عطفة. هذا الشكل النهائي. شوفين عندكم شوفين هنا لكم طبعا من تحت وسيع. طبعا هذا الشكل من الأمام وهذا الشكل من الخلف. شوفين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.